السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الترند الجديد اللي عمله لنا بلبن عمل لنا كشري حلو. آه تحفة اختراع. هقول لكم كل التفاصيل اللي تطلعوا معاكم زي اللي بيتباع بالظبط، وكمان هقول لكم رأيي بصراحة وايه التركات اللي كنت احب او افضل انها تكون موجودة. انا عملته بحذافيره زي ما بيتعمل في محلات بلبن. تعالوا نقول كل التفاصيل وكل التركات. اول حاجة او اول خطوة هي الرز باللبن نفسه. ودي بتكون اول طبقة. معايا كوباية كاملة من الرز المصري، غسلته وحطيته معايا في الحلة، وهضيف عليه كوبايتين من المية. هنسيبه على النار لحد ما يبتدي يتشرب المية كده. هنبتدي بقى اهو بعد ما تشرب المية هضيف عليه. المفروض ان انا احط كل كمية اللبن اللي انا احطها لتر ونص من اللبن. فانا دول لتر يعني ونص، بس ناقصين شوية كده، خدت منهم نص كوباية. علشان ايه؟ ابقى ادوب فيها النشا. ضفت بقى رشة من الفانيليا وتلات ارباع كوباية من السكر. طبعا السكر حسب الرغبة، بس كمية السكر دي بتكون مناسبة جدا وبيكون سكر هادي خالص. هنا شوية اللبن اللي انا قلت لكم عليهم اللي انا شلتهم، هحط عليهم معلقتين ممسوحين من النشا او معلقة ونص هرمية من النشا، وأقلبهم كويس. طبعا اللبن ده بارد علشان النشا ما يكلكعش فيه. ولما الرز باللبن بتاعي يغلي هضيف النشا ده ليه، وهسيبه ياخد معاه غلو كمان. وبعد كده هطفي النار عليه. تمام، هنقلب كده شوية عشان النشا ما يكتلش في اي حتة، ويبقى يعني انسيابي مع كل كمية بصوا اول ما غلى كده خلاص. بصوا كميه اللبن لسه كانها كتير جدا، وطفيت عليه وغطيته وسبته. على بال ما اخلص الحاجات دي هيكون لسه دافي، بس هيكون ايه تشرب. دلوقتي بقى معايا نص كيلو من الكنافه، حطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر البودره وكوبايه من السمن البلدي. اهم حاجه في كشري بلبن ان كل حاجه تكون بالسمن البلدي. طعم السمنه فيه يجنن، وخفيف جدا على فكره، يعني مش تقيل اطلاقا. حطيت الكنافه كده في الصينيه ودخلتها الفرن. كل شويه بقلب فيها لحد ما تتحمر. كمان معايا نص لفه من الجلاش. انا خدت نص لفه بس. ونص كيلو كنافه ده خدت منه ربع كيلو بس من الكنافه ده اللي استخدمته يعني. بحط رقات الجلاش كده فوق بعضها وكأني بعمل صينية جلاش. بس طبعا مش مهتمة بقى بشكله، مش مهتمة بانه يكون متساوي. مهم ان انا ادهنه كويس قوي بالسمنة عشان يورق جوه الفرن ويستوي ويتحمر. كل الرقات فوق بعضها كده هتتحمر كلها وهتطلع جميلة جدا. انا حطيت حوالي يعني نص لفة الجلاش كلها، حطيتها حوالي 10 12 من ورقة، يعني في الحدود دي. وطبعا اي جزء زيادة بتنيه وبدهن برضو تحته وفوق. بصوا دي اول تقليبة للكنافة. طبعا لسه لونها هادي جدا، بس كل شوية كده بطلعها وبقلبها. انا بحس بصراحة انه الكنافة لما بتتعمل في الفرن بتكون اسهل عليا. طبعا لو حابين تعملوها على البوتاجاز من الفوق براحتكم. هعمل بقى الكريمة اللباني. ودي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي بتتحط فيه. فكل كوباية لبن يكون لبن دسم كده وكامل الدسم، نحط لها معلقه قشطه، ونحط لها 3 معالق كبار مليانين من الكريمه شانتيه. دلوقتي خلاص انا بعد ما خلصت الجلاش وخلصت كمان الكنافه واستووا. هغرف بقى الرز بلبن واسيبه بقى يبرد ويعمل كده ايه، يعني يبقى خلاص بارد، يعني عشان ابتدي ان انا احط عليه بقيه الطبقات. طبعا الجلاش طالع مقرمش جدا، تحفه. مش هضيف عليه اي اضافات ولا كمان هضيف اي حاجه على الكنافه. الحلو ده كل حاجه دلوقتي جاهزه معانا. اللبن الرز باللبن اتغرف. البسكوتات معانا، الصوصات، صوص اللوتس وصوص الشوكولاته والرز باللبن. اول طبقه بتكون من الرز باللبن، تاني طبقه بتكون من الكنافه معلهاش اي اضافات، ولا عليها عسل ولا عليها اي حاجه. عشان كده الصوص بتاعنا بيكون او الحلو بتاعنا بيكون يعني ايه، آم، هادي، سكره هادي جدا. تالت طبقه بقى بتكون هي الصوص الكريمه اللباني.
اول طبقه اللي هي الرز دي بتكون بدل الرز بالشعريه. تاني طبقه اللي هي الكنافه بتكون بدل المكرونه. تالت طبقه اللي هي الصلصه، يعني الصوص بالكريمه اللباني ده بيكون بدل الصلصه اللي تتحط على الكشري. دلوقتي بقى الخلطة اللي احنا عايزينها، يعني مثلا انا حطيت صوص لوتس وبسكوت لوتس، هنا حطيت مانجا. وبعدين بحط الحشوة دي بتكون في النص، وبعدين برجع على الوش تاني احط نفس الحشوة اللي انا حطيتها في النص. هنا ده اوريو ومعاه نوتيلا، وفي نوتيلا بس من غير اوريو، يعني ده بص اوريو اهو ومعاه نوتيلا. تمام. بعد كده هنحط الطبق الاخير ده هنحط فيه نوتيلا بس. ودول دي الحاجات اللي منزلها بلبن، ومنزل كمان واحد بصوص البيستاشيو، بس انا ما كانش عندي صوص بيستاشيو فما عملتوش. انا عملت بقى حاجه من عندي اللي هي بالفراوله وبالموز دي، هوريها لكم دلوقتي. الطبقه الثالثه بقى اللي هي الجلاش المتكسر ده، وده بيكون يعني اللي هو البديل بتاع الورد او البصل المتحمر، هو كمان شبهه في الشكل شوية. فده بيتحط طبقة كده، طبقة محترمة ومعليهوش أي حاجة يعني، ولا عليه عسل ولا عليه أي حاجة. تمام. بس اللي هحط عليه عسل اللي بالمانجا ده، لأنه هو الوحيد اللي معليهوش صوصات، إنما الباقيين دولي هيتغرق بالصوصات، فهتكون هي الحاجة اللي هتسكر لي الجلاش. نسبة السكر فيه هادية جدا، مش كتير. بصوا بغرق بقى صوص لوتس، وبزينه بشوية بسكوت لوتس برضو لو حبيت. مش حابين بسكوت لوتس على الوش خلاص، فالمهم ان احنا بنغرقه بصوص اللوتس. وهنا الاوريو، وكمان اللي هو بالنوتيلا بيتحط عليه من على الوش برضو صوص شوكولاتة او صوص نوتيلا، فهما بيبقوا من على الوش كده شبه بعض. ممكن نحط بقى شوية بوريو على الوش علشان نميز الطبق اللي فيه بوريو. غرقوها كويس قوي بصوص الشوكولاته، لان الجلاش يدوب متحمر بس ما فيهوش اي اضافات، فعلشان كده الصوصات اللي بتتحط دي بتكون حلوه ومناسبه جدا. هنا حطيت عسل نحل، عايزه اقول لكم انه كان هادي بزياده، يعني عارفين كان محتاج شويه صوص مانجا يعني كان يبقى السكر بتاعه اعلى شويه. وبعدين نرجع نحط نفس الحاجات اللي حطيناها في الحشوة على الوش، يعني احنا حطينا في الحشوة بتاعة المانجا مانجا قطع مانجا، فهنرجع نحط على الوش قطع المانجا تاني. حطينا في اللوتس بتاع ده اللوتس، هنرجع نحط تاني. هنا عملت العلبة دي نصها بالفراولة ونصها بالمانجا، وحطيت كمان صوص فراولة. دي بقى بلبن مش بيعملها، يعني انا موضوع الفراولة بالموز ده ده يعني من عندي انا، بس بصراحة طلع تحفة جدا. عايزة اقول لكم ميكس الفراولة مع صوص الفراولة مع الرز باللبن والكشري الحلو ده، لا طلع حلو قوي، عجبتني جدا برضو. بصوا كل الصوصات حلوة جدا. اكتر صوص حسيته هادي قوي المانجا، كانت محتاجة شوية عسل زيادة او شوية مثلا صوص مانجا معاها، او شوية حليب مكثف كده على الوش، كانت هتبقى حلوة جدا بصراحة. بصوا بقى هو كمان بيعمل حاجات كده نص برضو، فانا خدت الفكرة دي من بلبن برضو. هما بيعملوا مثلا اللوتس مع بيستاشيو، تشوكلت مع بيستاشيو، كده يعني بيعملوا ميكس، يعني في طبق واحد يبقى فيه الحاجتين، بحيث ممكن حد يشتري طبق واحد يجرب فيه طعمين يعني. هنا هنرجع نزين تاني بقطع الموز والفراولة زي ما حطينا في الحشوة. اللي بنحطه في الحشوة قبل الجلاش بنرجع نحطه تاني بعد الجلاش، بنرجع نحطه تاني على الوش. وده بيكون الشكل النهائي لكل الأطباق بتاعتنا. احنا قدمنا النهاردة كل الأطباق اللي بتتعمل في بلبن، وزودنا عليها كمان طبق الفراولة بالموز ده، وطالع تحفة لأن دي فاكهة الموسم، فكان لازم نجربها. كل الأطعم جميلة جدا، لأن مفيش عسل خالص جوه الحاجة الوحيدة اللي متسكرة هنا الرز باللبن. حتى الكريمة اللباني فهي مجرد دسم وطراوة، لازم تتغرف وتتاكل فورا، لأنه الكريمة اللباني بتطري الكنافة. او يا اما لو انتوا يعني عاوزين الكنافة تفضل مقرمشة، فادوها رشة عسل كده، هي اللي هتحافظ على قرمشتها.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. باي باي.